قلت لكم الفيديو اللي فات خلي بالكم عشان في ناس دلوقتي بتبيع العتبه الخضراء وبتبيع الترمان. الكارثه بقى ان في ناس بتشتري في 2024 لسه في ناس بيتنصب عليها بطرق من ايام الراحل اسماعيل ياسين الله يرحمه وفيلم العتبه الخضراء. الموضوع مطول شويه عشان هقول لك في اخر الفيديو ده ازاي تشيك على حاجتك وازاي ما يتصبش عليك. على فكره الكلام ده من ناس من ناس مكلماني، انا ما بقولش قصص من الخيال او ببتكر موضوع، انا ببني المحتوى على الاسئله والاستفسارات والحاجات اللي بتحصل. فكمل معايا الفيديو ده للاخر عشان الموضوع اتطور قوي ووصل لمرحله انا نفسي ما كنتش اتخيلها. شباب كتير قوي مننا بيدور على اي سفريه ولاي دوله ما عشان خاطر يحسن من دخله وربنا يكرمه بشغل، والعدم كفايتنا للبلد اللي احنا رايحينها وقوانينها وازاي نشيك على اوراقنا وازاي نعرف المكتب ده كويس ولا نصاب. بنعرض نفسينا لأسوأ انواع الابتزاز. كلمني واحد واثنين وثلاثة نفس الموضوع والرابع اخرهم كان امبارح. القصة اللي انا احكيها لك دي مش من وحي الخيال، وانا ما ببتكرش وما بجيبش فنكوش، انا ببني المحتوى بتاعي على اسئله الناس وعلى المشاكل اللي بتحصل مع الناس والعواقب اللي بتقابل الناس، وبشوف الموضوع اللي يستاهل ان احنا نحذر بيه الناس بطلع اقولهولك، لان موضوع النصب دلوقتي ابتكروا فيه كتير قوي. الراجل ده دفع 150,000 جنيه في تاشيره سياحه شهرين. ازاي؟ راح المكتب عمل له الحكايه في رغيف وتمام وهنطلعك عمل وسلمه التاشيره وقال له توكل على الله واما توصل هناك تستلم دنيتك ونكمل لك باقي الاجراءات. استلم تأشيرة وعدى بيها على اساس هو فاكر ان هي فيزة عمل وهي تأشيرة سياحة، وطلع بيها الدولة وجه. عدى شهر اتنين المكتب بكره بعده الورق قابل حد ابن حلال كلمه والنبي التأشيرة دي، قال له يا ابني التأشيرة دي سياحة وانت مخالف بقالك شهر. كل ده ليه؟ كل ده عشان احنا ما عندناش المعلومات وما بنعرفش نشيك على ورقنا وما بنسألش المختصين في المجال. اي حد مقدم تاشيره سياحه بتدخل اخر الفيديو هسيب لك الاي سي بي اللي انت بتشيك من عليه على معاملتك. هنا بيبقى مكتوب سياحه، ولو انت جاي عمل بيبقى مكتوب عمل. هنا في الرقم الموحد. اي حد فينا داخل دوله الامارات سواء قدم تاشيره سياحه او قدم تاشيره عمل بيبقى ليه حاجه اسمها الرقم الموحد بتشيك بيه من على الاي سي بي. بتلاقي خانه الزياره وخانه الاقامه. انا جاي زياره شيكت من الزياره لقيتها تمام، شيكت من الاقامه وانا جاي اقامه لقيتها تمام، يبقى اموري تمام. وده هسيبه لك بالتفصيل في اخر الفيديو. فاحنا نخلي بالنا عشان دلوقتي بيبيعوا العتبه الخضراء وبيبيعوا الترماي، وللاسف الكارثه الكبيره ان في ناس بتشتري ما عندكوش معلومات ومش عارفين الوضع بيقول ايه. كلموا ناس، في ناس محترمه كتير، يعني ما تبقاش تيجي وتتحط في اللي انت رميت نفسك فيه وبعد كده ترجع تسأل وانت لسه على البر. مكتب هسافر من خلاله، ادخلوا ابحثوا عن المكتب ده. ما انا رايح مكتب في حلوان مثلا عندي، فاكيد حد دلني عليه فبسأل في المربع بتاعي، ما كلنا عارفين بعض. سافرت المكتب ده، دخلت بحثت عنه. انت كده في القرية عندك، في البلد عندك، في اي مكان انت مسافر من خلاله تبع مكتب، اسأل عن المكتب كويس عشان لو انت مش فاهم هيركبك المرجحه. وما ما يبصوا كل حاجه عندهم حلال، مفيش اي حاجه، مفيش بند حرام، بند الحرام مش موجود. ندخل على جوجل ونكتب هنا فوق في البحث الاستعلام عن حاله التاشيره ونعمل بحث استعلام عن طلبات وزنات الدخول. اول واحده هندوس عليها هيحمل معانا، هننزل لحد لما نلاقي اهو التحقق من صلاحياتها تاريخ الاصدار والانتهاء. هندوس هيفتح معانا الصفحه اللي هنشيك منها. هنا مديك 2 اوبشن برقم الملف او بمعلومات وثيقه جواز السفر. هنقول مثلا جواز السفر، هتختار اقامه او تاشيره ايا كان، تكتب رقم الجواز، تاريخ انتهاء صلاحيه وثيقه السفر، الجنسيه، تعمل التحقق بتاعك اللي هو هنا، وبعد كده تعمل بحث هيطلع لك البيانات. او برقم الملف برضو اقامه تاشيره، الرقم الموحد اللي انا قلت لك عليه في التاشيره، الجنسيه، تاريخ الميلاد، وتعمل التحقق وتعمل بحث. وهنا هيظهر لك اذا كنت زياره او اقامه.